لو ماشي على دايت بقالك فترة ومش لاقي نتيجة فغالبا انت بتقع في واحد من الاخطاء دي، فركز معايا عشان مجهودك ما يترميش على الارض او تتعب على الفاضي. اول غلطة انك بتقلل الاكل بشكل مبالغ فيه. طب ما طالما بقلل اكل بخس، باكل وجبه واحده صغيره في اليوم وكده هخس بشكل اسرع. في الواقع بيحصل العكس، هتلاقي نتائج بسيطة بعد كده جسمك بيدخل في حالة دفاع وبيقلل الحرق وهتلاقي نفسك ثابت على الميزان. ده غير السايد افكت من صداع ودوخة وهذلان طول اليوم بسبب الكالوريز القليلة اللي داخلة جسمك، وبعد مدة قصيرة مش هتقدر تكمل وهترجع تاكل اكتر من اللي كنت بتاكله. الخطأ التاني وهو حذف الكربوهيدرات تماما من النظام بتاعك. ما يا معلم الكرب بيتخن وملهوش اي لازمه اساسا، فان انا احطه في النظام هيعطل نتائجه ومش هيفيدني بحاجه. الحقيقة الكربوهيدرات مصدر طاقة جسمك محتاجها بشكل كبير عشان تقدر تتمرن وتفكر وتعيش، بس الفكرة في انك تختار الكرب بطريقة ذكية. خليك دايما في الكربوهيدرات المعقدة زي الشوفان والبطاطا والبطاطس والرز البني، كل ده هيمد جسمك بالطاقة وهيديك احساس بالشبع اطول مدة ممكنة. وابعد دايما عن السكريات المضافة والمعجنات والكربوهيدرات البسيطة بكل انواعها، غير ان سعراتها عالية هترفع معاك معدل الانسولين بشكل سريع جدا وهتجوع بعد فترة قصيرة فهتضطر تاكل اكتر فبالتالي هتتخن اسرع. الخطأ الثالث انك بتعتمد بشكل كبير على الاكل اللي مكتوب عليه دايت. قول ماء هجيب رقبتك، يعني هجيب رقبتك. ايه، ما هو دايت عادي سوداني. كل منتجات الدايت فيها سعرات حرارية حتى لو بنسبة أقل، فما ينفعش آكل منها براحتي لو مش حاسب السعرات دي أو داخل احتياجي. ده غير إن هي بيكون مضاف ليها سكريات ومواد حافظة كتير، يعني مش معنى إنها دايت إنها صحية. فركز إنك تقرأ مكونات المنتج كويس مش بس المكتوب على العلبة. الخطأ الرابع التمرين من غير تغذية. إنك تنزل تتمرن عشان تحافظ على صحتك وتزيد من قوتك دي حاجة كويسة، لكن ما تستناش نتائج كبيرة وملحوظة وانت مش منظم اكلك ومهتم باحتياج جسمك من بروتين وكرب ودهون صحية وفيتامينز، لان التغذية شيء مهم ورئيسي ومتحكم في شكل الجسم. ووجبة قبل وبعد التمرين ما تقلش اهمية عن التمرين نفسه. الخطأ الخامس وده اكبر واهم خطأ فيهم فتاخد بالك كويس، لان دي اكتر حاجة بتبوظ الدنيا، وهو استعجالك وعدم الصبر نهائي على النتائج. الو يا كوتش، يعني ايه يا كوتش؟ انا بقالي شهرين مشترك في الجيم وما شفتش اي نتائج. لازم يعني انزل اشوف الحوار ده بنفسي؟ اطلع اتكلم بره. طبعا ما تزقش، يعني ايه يا كوتش لازم اتمرن واصبر عشان اشوف نتائج؟ وما انا دافع اشتراك الجيم ليه؟ تبدأ دايت وتمارين وبعد كام يوم توزن نفسك ما تلاقيش في اختلاف. طب وبعدين جسمك محتاج وقت عشان يتأقلم ويبدأ يتغير شكل. التغيير الحقيقي بياخد من 6 ل 12 اسبوع عشان يبدأ يبان، وعلى حسب الجيناتكس بتاعتك ممكن اكتر وممكن اقل. بس خليك فاهم دايما انك لما بتيجي تقيس التطور ده ما بتعتمدش نهائي على رقم في ميزان، بتقيسه بأدائك في التمرين وبالطاقة بتاعتك وباختلاف كمان محيط جسمك. بس آخر حاجة ممكن تلجأ لها هو الانبادي او الميزان عشان تعرف تقيم تطورك الحقيقي فين وازاي. لو مهتم تعرف اكتر عن التمارين والتغذية ما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. خد يلا.